انت بقى التصلب المتعدد اللي عامل قلق؟ ايوه بس انا بحب تناديني MS. MS محمد سامي؟ لا يا دكتور، مالتيبل سكليروسس. طب احكي لي بقى متسمي متعدد ليه وايه حكايه التصلب ده؟ انا مرض مناعي بيهاجم الجهاز العصبي في اكتر من مكان وماليش وقت محدد. يعني مالكش لا وقت ولا حتى مكان. يعني ممكن اضرب اعصاب العين، الرجل، الايد، اللسان، او حتى الاتزان. ايوه يعني ايه؟ مش فاهمك برضه. هوضح لك. ممكن اعمل لك ضعف في الرؤيه، ممكن توصل لعمى، ممكن اخليك ما تعرفش تمشي كانك سكران من غير كحول، ممكن اخليك ما تعرفش تحس باطرافك بسبب التنميل، او ممكن احسسك بكهرباء زياده فيهم. وبالنسبه لطاقتك فانا هخليك منطفي. اكتر من كده؟ هو انت لسه شفت حاجه يا دكتور؟ طب معلش انا عايز اعرف بالظبط انت بتعمل ايه في الاعصاب. بقشرها. نعم بتقشرها؟ ايوه، بخليها عامله زي سلك العريان، لان في غشاء بيغلف سلك العصب، وانا بخلي مناعتك تفتكره فيروس وتهاجمه لغايه ما يتقشر ويبقى عريان، وساعتها بيحصل عليه ندبات وينشف ويفقصل لدرجه انه ما عادش يقدر يوصل كهرباء تاني. ده انت كده ممكن تبوظ كابلات الكهرباء اللي موجوده في المخ. تقريبا، بس مستيقظك شويه. ولعلمك بقى، الاحصائيات بتقول اكتر من 3 مليون شخص عندهم MS في العالم طبقا لسنه 2023، و70% من المرضى بيبدا المرض معاهم من 20 ل 40 سنه، وانا شائع اكتر بين البنات. بالخوف الحقيقي منك فين؟ لما يحصل عندك حاجه اسمها الريلابس او الهجمه الجديده، وساعتها ممكن اعطل اي وظيفه انا كنت مستنيها. طب بما انك مرعب كده نسيطر عليك ازاي؟ انتوا مش هتقدروا تخلصوا مني، بس تعرفوا تهدوني. ادويه تعديل المناعه، DMT او الدايميثايل تريبتامين، وكورتيزول الهجمات الحاده، فيتامين د، رياضه خفيفه، نوم مظبوط، وطبعا فولو للدكتور. شكرا يا عم MS. وزي ما سمعتوا MS مش نهايه الشخص المصاب بيه، لكنه محتاج فهم وتأقلم معاه. واكيد ما تنسوش تشيروا الفيديو، يمكن تنقذ حد فاكر اللي بيحصل له ده مجرد ارهاق، وانت كحاول. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.